يوم الجمعة الماضي كان في اجتماع في نقابة الأطباء. هذا الاجتماع جمعية عمومية طارئة طلبته مجلس إدارة النقابة، والحقيقة ما حدث في هذه الجمعية العمومية شيء مسيء للأطباء ومسيء لمن قاموا بهذه الأفعال السيئة. الأمر كان عبارة عن بلطجة تامة وضرب الزملاء وإصابة 4 منهم بجروح قطعية مما أدى إلى نقلهم المستشفى. المشكلة كلها أن الإخوان المسلمين عارفين كويس أن شعبيتهم دلوقتي في الشارع وفي النقابات وفي كل مكان بسبب ما يفعلوه ضد الشعب المصري في أوطى وأقل مستوى لها. فهم يعني هذه النقابة التي كسبوا انتخاباتها من سبعينيات القرن الماضي هم على وشك أن يفقدوها بانتخابات حرة نزيهة، ولذا قرروا افتعال أزمة وبلطجة لمنع هذه الانتخابات وتأجيلها لأجل غير مسمى. أنا الحقيقة أشعر بخجل شديد مما حدث، وإن في زملاء لنا في المهنة يفعلوا ذلك ويضربون زملائهم. الحرية مفروض أنها تكون موجودة للجميع، والديمقراطية لازم تستمر في نقابتنا، والناس اللي يكسبوا الانتخابات هم اللي يبقوا في مقدمة النقابة، والباقيين ممكن يبقوا موجودين يساعدوهم لصالح الأطباء. كل 2 بتجرى انتخابات نصفية، وفي هذه الانتخابات ممكن يحدث تغيير آخر لو مجلس النقابة لم يقوم بعمله جيدا. أما وضع النقابة في حالة حزبية مستمرة إسلامية ضد مدنية فهذا شيء رديء، ونحن نريد نقابة لخدمة الأطباء وليست نقابة حزبية. وشكرا.